الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي من جديد. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال بصحة جيدة إن شاء الله. رجعت لكم اليوم وجبت لكم وصفة من وصفاتي. هذه الوصفة الجميع يحبوا هذا الوصفة. هي خبز ولا مطلوع، ميني مطلوع. هذا الميني مطلوع راح نحتاجه فيه نتاع ساندويتشات. راح نحتاجه فيه زوج كيسان كبار كيما هكذا، وانتم على حسب الكمية راح تحضروها. أنا هذه خرجت لي كمية كبيرة. زوج كيسان دافين تاع الماء، ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز. إلا كان الحال بارد ديروا ملعقة ونصف عن ملعقة نتاع السكر. راح نخلطوا هذه المكونات مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. راح نضيفوا زوج ملاعق نتاع الحليب المجفف ولا اللحظة كيما نقولوا حنايا. عندي هنايا كاس صغير تاع اتاي نتاع يا اما السميد متوسط ولا السميد الرقيق، ثاني يعطي بنة لهذا الميني مطلوع تاعنا. هنا عندي 3 ملاعق نتاع الزيت، 3 ملاعق كبار كيما راكم تشوفوا. راح نخلطوا كامل هذا المكونات مع بعض. تبعوا فقط الخطوات راح ينجح معكم هذا الميني مطلوع ويجي هايل. هنا راح نضيفوا الفرينة، نضيفوا كمية وبعد نضيفوا الكمية نتاع الملح على حسب كيما قلت لكم، على حسب الذوق وعلى حسب المكونات اللي راح تديروهم. إذا كما شفتوا ضفت نصف ملعقة نتاع الملح حسب الذوق، ومن بعد كملت نضيف الفرينة بشوية حتى تلم لي العجينة تاعي. بالنسبة للعجينة دوك تشوفوا القوام معايا، القوام تاعها ما راحش تيبسوا هذه العجينة، راح تكون طرية حتى تلصق هكذا في اليدين، تخلوها تلاصق في اليدين كما راكم تشوفوا. نبقاو نضيفوا في الكمية نتاع الفرينة، وهذه الكمية راح تخرج لكم كمية معتبرة من الميني مطلوع هذا. نبقاو نخلطو ندخلو الفرينة في هذوك المكونات. فقط تبعوا الخطوات بطريقة سهلة. للمبتدئات اللي محضروش كامل المطلوع راح يحضروه بهذه الطريقة، يجي روعة، يجي خفيف ويجي فارغ من الداخل، يجي هايل هذا المطلوع. اذا هذه هو القوام، هذا هو عفوا القوام تاع العجينه تاعنا. تجي تلصق هكذا في اليدين، راح نغطوها ونخلوها تخمر معنا، يضاعف الحجم تاعها وراح نخدموها مع بعض. شوفوا البنات ما شاء الله ضعف الحجم تاعها والعجينه تاعها هايله هايله، تخدمي بها بسهوله. اذا هنا راح نجيب شويه نتاع الفرينه، راح نحطها على طاوله العمل كما راكم تشوفوا، وراح نحط العجينة تاعنا، راح نقسموها الكورات. بالنسبة للكورات أنا هنا تقدروا تصغروهم، أنا جوني هكذا شوية متوسطين، تقدروا تصغروهم ديروهم صغار، تقدروا تكبروهم شوية متوسطين كما درتهم أنا، كما تقدروا ديروهم مطلوعات كبار كما نحضروا المطلوع الكبير هذا. هنا بما أنه أنا راح نستعملهم للساندويتشات درتهم متوسطين، ما درتهمش صغار صغار صغار، وما درتهمش كبار، درتهم متوسطين. اذا هنا راح نجيب العجين تاعي نقسمه الى كرات كما قلت لكم. دائما استعينوا بالفرينه لخاطر هاد العجينه تلصق في اليدين، تعاونكم تخدموا المطلوع تاعكم هذا. هنايا نحاول باه ندير الكرات بنفس الحجم كما راكم تشوفوا، راني نقص منهم نديرهم بنفس الحجم. راح نحل كل كرة بالسمك هذا، راكم تشوفوا معايا السمك يكون رقيق شويه. هنا تقدروا تستعملوا يديكم، انا استعملت في البدايه استعملت يدي، قرصتهم بيدي كما راكم تشوفوا. هذا هو الحجم تاعهم وهذا هو السمك تاعهم. هذا هما نستعمل نحلهم كامل بهذه الطريقه عفوا. ونكون موجده انا يا سنيوه ولا كيما نقولوا هنايا بلا اللي راح تحطوا فيه المطلوع تاعكم هذا. انا درت فيه عليه ورقه طهي وضفت عليه شويه نتاع الفرينه باه ما يلتقناش في السنيوه تاعنا ولا في البلا عفوا اللي راح نديرو فيه، ومن بعد ما نقدروش نرفدوه. اذا هنا شوفوا السمك اللي راح نحلو به هذا المطلوع كما راكم تلاحظوا. دائما تعاونوا روحكم بالفرينه باه ما يلصقلكمش المطلوع تاعكم هذا. ومن بعد هذيك الفرينه كي طيبوه، هذه حاجه باينه، راح تنفضوا هذيك الفرينه من العجينه تاعكم ولا من المطلوع تاعكم بعد ما يطيب. هذه الطريقة كما قلت لكم مبتدئات عمرهم ولا جربوا المطلوع راح ينجح معاهم وراح يجيهم، تنجح معاهم هذه الوصفة، راح تجيهم روعة روعة خاصة للساندويتشات.
لا تحضرون في شهر رمضان بما أننا مقبلين على شهر رمضان هكذا. بعد ما نكملهم كامل بهذه الطريقة، أنا هنايا خدمت معكم هذو، حليتهم بيدي وغطيتهم بطرشونة ونخلوهم يخمروا، نحطوهم بجي ونخلوهم يخمروا. أنا نكمل الكمية نتاع العجين معاكم. وبالنسبة للكمية اللي بقات لي راح ثاني درتها فقط كرات. هنا راح نحلهم بالحلل باه نسهل على روحي ونسرع العملية نتاع تقرص تاع هذا الخبزات المطلوع. نكمل كمية العجين اللي عندي ولا الكرات اللي عندي ونخليهم بجيه يخمروا. المدة تاع الخمورية ما راحش يديكم وقت بزاف. هنايا بعد ما يخمروا ما نخلوهمش حتى يضاعف الحجم تاعهم بزاف، فقط نشوفوا الخمورية طلعوا غير شوية، نروحوا نسخنوا الطاجين تاعنا هذا كما راكم تشوفوا اللي فيه هذا الاشكال هكذا. نسخنوه على درجة عالية وراح نحطوا المطلوع تاعنا كما راكم تشوفوا. بالنسبة كي تحطوه اولا تكون النار زايدة، راح تقلبوه مباشرة. شوفوا غير تشوفوه فقط يتنفخ شوية واحد حول دقيقة ونص وتقلبوه على الجهة الثانية مباشرة. شوفوا هذيك الفارينة معليش تقعد فيها هكذا كيما هكذا، إما تنفضوها في هذه المرحلة تنقوها، ولا حتى يطيب معكم المطلوع هذا وتعاودوا تنقوا هذيك الفارينة. إذا هنايا يبلي هذاك الميني مطلوع تشوفوه هكا يتنفخ معاكم، وهنايا بالك راكم تلاحظوا في الفيديو تنفخ معانا. شوفوا البنات كيف يبدا يطلع في هاي هنا الصورة واضحة، يولي يطلع في الطاجين تاعكم هذاك. هنايا الدليل على الخبز تاعكم ولا المطلوع تاعكم هذا ناجح 100%. راح يكون خاوي من الداخل. نقلبوا فيه من الحواف صاير داير على الجوانب تاوعو كامل هكذا، وراح يدينا هذاك الشكل نتاع هذاك الطاجين يجي روعة. هنايا هذه هي الخبزة الأولى اللي طيبتها معاكم مباشرة. شوفوا كيف يبدا يتنفخ معانا. وبالنسبة للحواف كي نكملوا نطيبوها من الجانبين من الأسفل ومن الأعلى، راح نحطوها بجيه ونحمروها من الجوانب كما راح تشوفوا معايا. هنايا في هذه المرحلة راح نحطوا هذا الخبزة بجيه ونخلوها تحمر من الجوانب، ونجيبوا خبزة أخرى نحطوها في الطاجين. إذا كان الطاجين تاعكم كبير ويرفد لكم وصغرتوا المطلوع تاعكم، راح يرفد لكم زوج خبزات في نفس الوقت وتبقاو تطيبوا في الخبزة اللي تكون طابت من قبل من الحواف تاعها بهذا الشكل حتى تديكم كامل تحمر لكم من الحواف تاعها. هنا مباشرة ما تخلوش يبطى باهي يتنفخ الخبز تاعكم هذاك ولا المطلوع تاعكم. راح نقلبوه مباشرة، نقلبوا هذيك الخبزة اللي درناها الثانية ونبقاو نطيبوا ونقلبوا في هذيك اللي طابت معانا من الحواف. اذا نشوفوا البنات هنا راح نقلبها مباشرة. انا حاولت باه ما نسرعكمش الفيديو باه ما نحرقلكمش الخطوات باه تتبعوا الخطوات وينجح معكم هذا المطلوع. اذا هنايا قلبنا الخبزة الثانية وراح نبقاو نقلبوا هذيك اللي طابت معنا يطيبوا لها كامل الحواف تاعها وتتحمر معنا هنا. اذا هذه نستناها ثاني تطيب معنا ونعاودوا نقلبوها نحطوها في الجانب ونجيبوا الخبزة الثانية ونستمروا بهذا العملية حتى يطيبوا معنا كامل المطلوع، كامل يطيب معنا هذا المطلوع. شوفوا البنات هذه اذا نفس الطريقة راح نتبعها. شوفوا الخبز تاعنا كيف يبدا يتنفخ معنا، هذا دليل على انه خاوي من الداخل. راح نقلب الخبزة كما راكم تشوفوا، تجيبوا سباتيل وتقلبوها بهذه الطريقة في هذا المطلوع نتاعكم حتى يطيب كامل بهذه الطريقة، يجي ناجح وخفيف ويجي خاوي من الداخل كما قلت لكم. في هذه المرحلة غير توجدوا الحشو نتاعكم اللي راح تحشوا به هذا الميني مطلوع، سواء تكونوا موجدينه من قبل ولا توجدوه بعد ما يطيبوا كامل المطلوع تاعكم. تحشوه بالفيونداتي ولا الدجاج بطة مقلية ولا أي حشو عندكم الطون تحشوهم به، يجي روعة روعة. خاصة الأطفال يفضلوا هذه الوصفات وتقدروا ديروه كوجه وصفة للعشاء هكذا.
تفرحوا به العائلة ولا الأطفال نتاوعكم. هذا هو المطلوع، الميني مطلوع كيف خرج معنا. شوفوا البنات المظهر تاعو شهي شهي بلا البنة تاعو. شوفوا هنا راح نفتحها معكم وحده، شوف كيف تجي خاوية من الداخل، راهي سخونة تجي خاوية من الداخل غير باه تعمروها بهذاك الحشو اللي تكونوا وجدتوه من قبل. وهذا هذا الساندويتش كيما هكذا يشبع الأطفال، يشبعهم بهذه الطريقة. إذا خرج المطلوع الميني مطلوع هذا روعة روعة روعة، ننصحكم به تجربوا هذه الطريقة. وتبعوا الخطوات كيما راهي يجيكم ناجح 1000000%. كنت باغيين نحط لكم وصفات ولا حشوات لهذا الخبز. ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير، وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم إلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم تنسونيش باللايكات والتعليقات تاعكم محفزه، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. سلام، تلقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله، في امان الله.